أنا شامي دمشقي من القنوات، يعني من نص مدينة دمشق. بوجه رسالتي للناس يلي كل يوم بيطلع لنا بيقول لك أنا دمشقي وثقافة ابن العشائر ما بتمثلني، وأبو قلابية هو من ثقافتي. ليش أنت شو هي ثقافتك يا ابن ال60,000 صرماية؟ هذا أبو قلابية صرمايته أشرف من راسك وراس اللي خلفك. ولا بتقول معبأ دالبة بالشام؟ لا، دالبة أشرف من أمك الداشرة اللي خلفتك. ليكون مفكر إن شوارع دمشق ملك اللي خلفك يا ابن ال60,000 صرماية. انت مين سمح لك تحكي باسم الشوام وتجيب لنا المسبه بسببك يا قليل الشرف؟ انا شامي دمشقي وثقافتي شعبي ومحافظاتي ال14. انا شامي ولي الشرف اني اكون من عشيره العقيدات او اني انتسب لهم، بس مو الحق عليك. الحق على اللي عم يرد على اساءتك باساءه لاهل شوام. انا واحد من الناس اذا بروح على ادلب او دير الزور او الحسكي وبيجي حدا بيقول لي انت شامي شو جابك لهون، بقول له كل خرا. انا مالي قاعد بملك اللي خلفك، انا قاعد ببلدي وشوارع بلدي. هيك لازم يردوا عليكم. وكمان ملحق عليكم، ملحق عليهم، ملحق عليهم لانه ردوا الاساءه باساءه، لانه لازم القضاء يتحرك بهيك امور. ليه اللي عم يعمل شرخ بالمجتمع السوري ويعمل تفرقه وما عم يردعها. رجلي بدمشقيتك لما كنت تشوف اللطم ومثبت الصحابه واهل الشام بنص جامع الاموي وما تحركت دمشقيتك بوقتها. كل مين عم يعمل طائفيه بين اهل المحافظات هذا فلو النظام، ولسه اخطر من فلو النظام. ولازم الجهات المختصه تتحرك وتردع على الزباله، لانه فعلا عرفنا منهم بسوريا، واولهم الممثلين للزراطه يلي كل يوم عم يعملوا فتنه بين الشعب السوري. انا دمشقي وثقافتي هي شعبي ومحافظاتي ال14، ولبت لبت للصبح. ورسالتي لاهل العشائر لما بدكم تدبكوا على لبت لبت خبرونا، حتى نحن الشوام ننزل ندبك معكم على الغنيه. انا هالغنيه بتمثلني كدمشقي قبل ما تمثل اهلنا العشائر. والسلام عليكم. لما يتكلم الشامي الحر الشريف ابن الأصل والأصول، اكتبوا لي آراءكم بالتعليقات بخصوص الفيديو اللي سمعتوه.